لو ميزانية شهر العسل بتاعتك 45,000 جنيه هتسافر بيهم فين؟ اول حاجه طبعا هتيجي في دماغ اي حد ان طبيعي بالمبلغ ده انا هسافر بيه بره مصر، ممكن اروح المالديف، تايلاند، بالي. بس السؤال هنا لو قررت انك تصرف المبلغ ده في مصر تفتكر هتروح بيهم فين؟ تعال اقول لك. اول حاجه كده انت هتقضي اجمل 20 يوم عسل في اجمل وافخم فنادق في مصر. هتبدا رحلتك من الاقصر واسوان وهتقضي 4 ايام في نايل كروز في النيل، وهتزور فيهم اجمل مزارات الاقصر واسوان. وبعد كده هتروح على مرسى علم، هتقضي 5 ايام في سويت بجاكوزي على البحر على طول، وهتروح رحله الدولفين هاوس ودي تقدر تعمل سنوركلينج فيها مع الدلافين. وكمان هتروح رحله يخت نفرتاري ودي من اجمل المراكب الفرعونيه اللي موجوده في مصر. بعد كده هنتحرك على سوما باي، هتقضي اجمل 3 ايام في السويت بحمام سباحه خاص بنسبه 100%. وبعد كده هنروح سهل حشيش وهنستجم هناك لمده 5 ايام في اجمل اجواء رومانسيه في افخم فنادق سهل حشيش. وكمان هنقضي مغامره في الصحراء وهنقضي رحله سفاري في خليج مكاد. ومن سهل حشيش للغردقه هنقضي 4 ايام هناك، والفندق المره دي هيكون مختلف عن اي فندق تاني لان هيكون فيه اكبر اكوا بارك موجوده في الغردقه كلها، وما ينفعش نكون في الغردقه وما نستمتعش باجمل رحله بحريه باليخت في جزيره اورنج باي. وهنختم رحلتنا في اجمل سويت في الجونه بنظام السويم اب، يعني تقدر تنزل من السويت تعوم في اللاجونه على طول. الرحله بتكون شامله كل حاجه، الاقامه في الفنادق وكل الوجبات والانتقالات وكل الرحلات. وهنختم الفيديو باهم سؤال، رايكم ايه؟ تقضوا اسبوع في المالديف ولا 20 يوم في مصر؟